أول حاجة الحلتيت من الأعشاب التي يكرهها الجن. كويس. الأعشاب هذه نحن تعلمناها من عالم الجن لأنهم أطباء في المجال ده وليس أطباء بتاع مواد كيماوية ولا صيدلة ولا بتاع. كل الأطباء بتاعت الجن كلهم أعشاب. الطب الأصلي مش البديل. الناس بيقول الطب القديم هذا البديل، هذا خطأ. هذا الطب الأصلي. البديل هو الطب الآخر اللي يعني هو بتاع الصيدلة. الحلتيت طيب ما يحبون الجن. الحلتيت لا يحبه الجن. السدر القسط الهندي. بالعكس الحلتيت يحبوه الجن لكراهية رائحته. طيب أنا بجيك أنا طيب. يعني أنا عارف عندك أنت معارضة للنقطة. الحلتيت يكرهه الجن. الأعشاب هذه طبيعية وليس سحر. تفعل أفعال كأنها سحر. الأعشاب منها ما يضر الإنسان ومنها ما ينفع، منها ما يتأذى منه الملك من الأعشاب هذه، منها ما يتأذى منه الجن. هذه الأعشاب موجودة وما سحر طبيعي. طيب من ضمن الأعشاب السدر والحلتيت والقسط الهندي. هم يستخدمون السدر ويستخدمون القسط الهندي في العلاج دائما. أيوة. الحلتيت ده عنده حكمة غريبة جدا. الحلتيت إذا كان أنت جيت لمنزل مثلا فيه شياطين، المنازل هذه فيها عمار، أي منزل فيه عمار وخاصة في عمار. في عمار. البيوت فيها عمار. إذا في عمار من المرض من الشياطين وأنت جبت الحلتيت يخرجوا كلهم. هل الملح أيضا؟ الملح أيضا زين يضر. أسألك سؤال نعم. أبو الطيب، هل الجن اللي قالوا لك إحنا ما نحب الحلتيت مثلا أي نعم أو نبهوك لأنه في حالات يجون يقول خرجوا هذا يقول لا مش تجيب الحلتيت أحرق الحلتيت. إذا هذا تعامل مع الجن أبو زهرة. بقول لك هذا تعامل مع الجن. طبعا ده الحديث رسول الله أقوى من الجن. أنا معك بس أنا قاعد أشرح لك عشان أوصل لك السؤال. هو تعامل مع الجن والجن قال الحلتيت هذا ما نبي. أنت الآن عندك مداخلة على هذا الموضوع، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير أعوذ بالله. فالحلتيت ده ريحته كريهة جدا، يسموه النبتة النتنة في الهند، اسمه النبتة النتنة. فإزاي هيطفش الجن أو هيطرد الجن؟ بالعكس هو محبب ليهم. لا يمكن يكون يعني نوع من الحلتيت له ضرر. أنا حضرت مع ناس بتحضر العفاريت والجن بالحلتيت. تحضر بيحطوا على النار تلاقي الشخص بدون تشنك وتعصب. بس يمكن يمثل. لا بيمثل دي بتاعتي انا اعرفها دي. هذا طرد. ده اعرفها انا دي. هذا طرد. يوم انت بس تعقيبا على هذا يضطرب هذا الشخص معناه الجن اضطرب. زي القرآن تقرأ للإنسان يضطرب الإنسان. لماذا؟ هل يحب القرآن هو؟